السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتر ميلان يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نهائي 2010 أمام بايرن ميونخ بقيادة مورينيو. الزاغي يحقق انتصار مهم على ميلان ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. مبروك لجماهير الانتر وهارد لك لميلان العريق التاريخي. حقيقة ميلان قدم موسمين ولا أروع، العام أخذ دوري وهالسنة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إمكانيات بسيطة، فمبروك للإنتر وهارد لك للميلان. طبعا اليوم ريال مدريد يواجه السيتي، راح تكون مباراة جميلة ومثيرة والعالم كله يترقبها وينتظرها. مباراة ليست بسهلة لا على الريال ولا على السيتي. حقيقة ريال مدريد المباراة الأولى قدم مباراة جميلة جدا أمام السيتي، وبس خبرة وقيادة حنكة غوارديولا أدت إلى التعادل. ريال مدريد اليوم مباراة مو سهلة، يعني كنا متفائلين بس نفس الوقت نعرف قوة السيتي. السيتي حقيقة لاعبين على مستوى عالي، يمتلكون مدرب على مستوى عالي. يعني غوارديولا ما حد ينكر انه هو اسطورة وفيلسوف وعبقري الى اخره، مدرب كبير. وانشيلوتي ايضا مدرب كبير رغم ملاحظاتنا على انشيلوتي في بعض المباريات، مع ذلك هو يمتلك خبرة كبيرة بدوري أبطال أوروبا. حقيقة مباراة اليوم أتوقع على المستوى الشخصي راح تكون ندية قوية، ويعني 50-50 ممكن الريال يعمل التأهل من السيتي، وممكن إنه السيتي حقيقة يتجاوز الريال ويصل إلى النهائي. واتوقع انه ريال مدريد او السيتي الفائز منهم راح ياخذ دوري ابطال اوروبا. الانتر فريق عريق ويمتلك لاعبين، مباراه النهائيه تلعب على تفاصيل صغيره. مع ذلك خبره الريال وقوه السيتي ممكن انه ترشحهم انه يحصلون على دوري ابطال اوروبا هاي السنه. المباراه قويه، يعني كنا اغلب جماهير ريال مدريد متوقعه انه شلون راح يكون الرسم التكتيكي وميليتاو لو ألابا لو روديجر. على المستوى الشخصي اتوقع انه اليوم كامافينجا يلعب بخط الوسط بالعمق، يعني على مساندة الألابا ونفس الوقت يساند فينيسيوس. روديجر اتصور انه راح يبدا المباراه اساسي، وكارفاخال وميليتاو وألابا على جهه اليسار. ولو رغم انه ألابا من لعب جهه اليسار امام ليفربول حقيقة كان أداء سيء، وطلع أول نص ساعة من المباراة طلع أمام ليفربول. فأتوقع إنه يعني صعب، الله يكون بعون انشيلوتي، يعني إذا ما دخل روديجر صعب، لأن نعرف إنه كامافينجا وروديجر من نجوم المباراة السابقة. المباراة اليوم ممكن يعني يضخ يعني احتمال تشواميني، احتمال كروز، احتمال مودريتش، بس على المستوى الشخصي اتوقع انه انشيلوتي راح يلعب 4-4-2، كارفاخال، ميليتاو، روديجير، ألابا، كامافينجا، كروز، عندك مودريتش، وعلى الشبه اليمين الجناح راح يخلي فالفيردي ويخلي رودريجو على الشوط الثاني، وفينيسيوس وبنزيما. يعني لازم يعني حلو لا تكون بالشوط الثاني عنده رودريجو، عنده سيسيو حقيقة يعني. وممكن يعني اذا شاف اكو مشاكل بخط الدفاع ممكن انه يرجع كامافينجا تك يسار ويسحب ألبا ويضيف لاعب خط وسط ثقل هجومي. فاتوقع انه بداية الشوط الاول خصوصا المباراة على ارض السيتي، والسيتي فريق كبير يمتلك لاعبين على مستوى عالي، جريليتش، عندهم هالاند، يعني دي بروين، جوندوجان، يعني حقيقة السيتي عامر بالنجوم. فيعني لازم ريال مدريد اول ربع ساعة اول نص ساعة يحاول يمتص قوة السيتي وضغطهم، وخصوصا انه المباراة حتكون بملعب السيتي، فالمباراة مو سهلة، بس ان شاء الله ريال مدريد يحقق نتيجة طيبة ويتأهل الى نهائي المرة الثانية تواليا. حقيقة ريال مدريد خبرة كبيرة، لاعبين على مستوى عالي، ايضا السيتي نفس الحالة مستوى عالي. والسيتي يعني هاي فرصته، اذا ما حقق هالسنه دوري ابطال راح تكون يعني امور مشاكل على غوارديولا، لان الحقيقه المدرب كل شيء حصل الا دوري ابطال اوروبا مع السيتي، يعني اكتساح تام للفرق الانجليزيه بالدوري الانجليزي، بس بدوري ابطال اوروبا دائما ما يخرج. شفنا البارحه تصريحاته وشفنا تصريحات انشيلوتي
ايضا ما تخلى من الصراعات الفرديه والامور التكتيكيه. كل فريق يحاول يحافظ على نتيجه التعادل، وينتظرون خطا منا او خطا منا ومهارات فرديه. اعتقد انه اليوم راح تكون صراع بين وولكر وفينيسيوس، راح تكون برناردو سيلفا بين كامافينجا وبرناردو سيلفا والابا. يعني دي بروين يعني يحاولون انه يعني يمنعون التسديدات من خارج منطقة الجزاء، مثل ما شفنا انه السيتي شاف انه العمق الدفاعي الريال صعب انه اختراقه حقيقة، فحاولوا التسديد من خارج المرمى من اكثر من كرة ولاحظناه لحد ما تمكنوا من هدف التعادل. وشفناه حتى ريال مدريد بالكاس امام اساسوني، كنا متوقعين انه انا على المستوى الشخصي متوقع انه السيتي راح يعمل على طريقة اساسوني التسديد من خارج منطقة الجزاء. التسديد مو اي تسديد، يعني لا، لازم الكرة انه الطب او التمريرة تلعب على بسرعة قوية وردة فعل الحارس تكون قليلة، لان صعب شلون هدف دي بروين هدف اساسونتي صعب، لان كورتوا نعرف اذا سدد عليه حتى لو من قريب ومتمركز صحيح صعب انه يسجل بمرمى، وهذا شفناه يعني حقيقة. فاتصور انه مفاتيح الريال او السيتي راح تنغلق، يعني هذا لان المباراة صعب انه تكون لعبة مفتوحة، خصوصا انه الفريقين يعرفون انه الخسارة يعني صعب التعويض بها، والنتيجة صعب ترجع بها. يعني اليوم ذهاب والاياب صعب، يعني مباراة واحدة مو مثل ذهاب واياب، فراح تكون مباراة متكافئة ان شاء الله. ريال مدريد فينيسيوس كريم بنزيما يعني بالمباراة السابقة ما كان بيومه. الريال جتهم فرصة من بداية الشوط الثاني لحد دقيقة 66 قبل ما يسجلون السيتي التعادل انه يقولون هدف ثاني يخلصون المباراة، بس ما توفقوا يعني بالهدف الثاني وعاد السيتي. لهذا سبب اتوقع ان المباراة حتكون متحفظة تكتيكيا قوية من كلا الطرفين. مفاتيح القوة للريال والسيتي راح تنغلق في اعتمادات على فينيسيوس، على دي بروين، على هالاند. يعني اتصور انه كريم بنزيما. فالمباراة متكافئة، والفريق الافضل اللي راح يستغل الفرص هو اللي يتأهل. وحقيقة يعني الفريقين يستحقون النهائي. السيتي فريق كبير وصرف مليارات على مود ياخذ دوري الابطال، والريال فريق تاريخي يمتلك نجوم وشباب على مستوى عالي. فان شاء الله راح تكون مباراة جميلة، يعني 50-50 50-50، اللي يستغل الفرص هو اللي يتأهل. وإن شاء الله نشوف مباراة ممتعة تليق بسمعة الفريقين والجماهير. تحياتي.